السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اصحابي الحلوين؟ النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض حرف الياء. حرف الياء. تعالوا يا اصحابي نشوف مع بعض مواضع حرف الياء في الكلمة. في اول الكلمة فاتح ايديه عشان هيستقبل حرف بعديه. في وسط الكلمة فاتح ايديه الاتنين يا اصحابي عشان في حرف قبله وفي حرف بعده. في اخر الكلمة يا اصحابي ممكن يجي متصل او يجي منفصل زي الامثلة اللي قدامنا دي يا اصحابي. تعالوا يا أصحابي نتعرف مع بعض على مدلولات حرف الياء بالحركات القصيرة: الفتحة والكسرة والضمة والسكون. نبدأ بأول حركة يا أصحابي، الفتحة. ياء فتحة يا. يد. يقطين. ياء كسرة ين. ياء ضمة يوسفي. ياء سكون زي كلمة عين. تعالوا نتعلم مع بعض إزاي نكتب حركتين: ياء فتحة يد، ياء ضمة يوسفي. نتعلم مع بعض بقى يا أصحابي برضو زي ما اتعودنا. ناخد حركتين من كل حرف. أول حركة طبعا عارفين حرف الياء يا أصحابي بنكتبه بالشكل ده، وقلنا في أول الكلمة يا أصحابي إيه؟ شرطة مايلة وتحتيها نقطتين، نايمة على السطر كده وتحتيها إيه؟ نقطتين. ياء فتحة. هنتعلم مع بعض ياء فتحة يا زي كلمة يد. تعالوا نكتب مع بعض كلمة يد. الياء اهي يا أصحابي تحتيها نقطتين فتحة حرف الدال. يد. تعالوا نكتبها مرة تانية يا أصحابي، تحتيها نقطتين فتحة حرف الدال. يد. يد. تاني حركة بقى يا أصحابي، تاني حركة إن شاء الله هنتعلمها مع بعض هي الضمة. ياء ضمة زي كلمة يوسفي. يو سو في. يوسفي. يوسفي. نكتبها مرة تاني. الياء يا أصحابي في أول الكلمة ضمة في يوسفي. يوسفي. وبكده يا أصحابي احنا اتعلمنا مع بعض كلمة يد يعني أول حركة الفتحة، وكلمة يوسفي اللي هي أول حركة الضمة يوسفي.